في أسئلة كتير عن الوعي. ناس بتسأل أسئلة محورية زي مثلا إنه ليه الإنسان ما يبقاش عنده وعي مرة واحدة؟ يعني ليه احنا بنحتاج نتدرج في المراحل وفي الدرجات لحد ما وعينا يرتفع؟ دلوقتي عقل الإنسان مصمم إن هو يقبل أفكار معينة. لو جيت قلت لك دلوقتي إنه في جزمة بتطير، عقلك هيقبلها؟ مش هيقبلها. طيب لو انت بعد فترة من الزمن وبعد تجارب معينة شفت جزمة بتطير، عقلك قبلها ليه؟ عشان شفتها، حصلت قدامك. في حاجات ممكن تكون بتحصل قدامنا العقل يرفض تصديق. اللي بيحصل لو انت ضغطت على عقلك وحاولت تخليه يشوف حاجة اكبر من استيعابه وقدراته، ممكن الانسان يفقد عقله. هوضح لكم الموضوع بصورة اسهل من كده شوية. في ناس بتقدر ان هي تشغل قدراتها الروحية وقدراتها العقلية عن طريق التأمل وتمارين التنفس والاتصال مع الله وزيادة بناء الثقة مع الله، وان احنا نزود ثقتنا في الله، وان احنا نسلم لله تسليم تام في كل شيء وفي كل امور حياتنا. ناس تانية بتحاول ان هي تحصل على قدراتها الروحية عن طريق أفعال خاطئة. بس في ناس بتحاول إن هي ترفع نسبة الوعي عندها درجة كبيرة جدا عن طريق أدوات معينة، مواد معينة. اللي بيعمل كده أولا هو ما بيبقاش ارتفع في الوعي ولا اتصل بروحه، هو بيبقى فتح على نفسه بيبان مش هيعرف يقفلها. وبيكون في احتمال من 60 ل 80% ان الشخص اللي عمل الحاجة دي علشان يفتح وعيه وادراكه بصورة اكبر من اللي المفروض هو يمشيها في المراحل بتاعته بيفقد عقله. شفتوا الناس اللي بيبقوا ماشيين في الشارع اللي اسمهم المجاذيب؟ بيبقى ليهم اسامي مختلفة على حسب الدولة او الثقافة. يعني الناس دي يعني هم ما عملوش حاجة تخليهم يوصلوا للمرحلة دي، بس حصل لهم حاجة أكبر من قدرة عقولهم على استيعاب الواقع اللي هم عايشين فيه، فبيفقدوا جزء من العقل اللي هو بيخليهم ستيبل أو في حالة استقرار أو توازن داخلي.